جوج بغا يتزوجوا بغا يطلقوا واش دخلنا؟ ونحترموا الناس تعيش حياتها في الشكل اللي بغات تعيشها. واش حنا خصنا ندخلوا في كل شيء؟ ندخلوا في الزواج والاولاد والاطفال والتربيه وكذا وكذا. خليو الناس تعيش. هذوك الارقام اللي كتجيب ليا كثيره، وسير شوف تونس، سير شوف مصر وقارن ودير المقارنات وتشوف واش حنايا كثر ولا ماشي. لا استاذ، لا، دخلك ودخل الحكومه والبرلمان ودخل كاع دوك الناس اللي معاك، هذاك شغلكم. وانا غادي نقول لك علاش. راس المال ديال اي دوله هما المواطنين ديالها، وهاد المواطنين هما الافراد اللي تيكونوا المجتمع. وهذا المجتمع الكبير كينقسم بدوره المجتمعات الصغيره، المدرسه مجتمع، الحبس مجتمع، المخيم مجتمع، والعائله مجتمع. وهذه العائله حتى هي نقدروا نصنفوها مجتمع كبير كينقسم المجتمعات الصغيره اللي هما الاسره كتكون من جوج ديال الافراد، زوج وزوجه، واللي كيوليو من بعد اب وام الى ولده. واللي كيهمني هنا هو هذاك الولد كتحتمل الذكر والانثى، باش حتى حد ما يقول لي راه كدير ديسكريميناسيون. واي فشل تيكون عنده دي كونسيكونس، وفي هذه الحاله تيكونوا على الزوج والزوجه، وتيكونوا ايغالمون، وهذا هو الاهم، على الاولاد اللي ما داروا والو وما طلبوا والو، والديهم اللي قرروا انهم يولدوهم، ومفروض عليهم يوفروا لهم البيئه السليمه فين يتربوا وفين يكبروا. هذه البيئه السليمه دون ان موند بارفي كتكون هي كان في الاسره. الاب والام كل واحد فيهم كيأدي الدور اللي عليه في الرعايه والتربيه، باش يعطيونا افراد صالحين اللي غادي يكونوا مجتمعات صغيره صالحه اللي هي الاسر ديالهم اللي غادي يتزوجوا، وبالتالي المجتمع الكبير غادي يكون واحد المجتمع صالح. ودابا قول لي، الا كان الصلاح ديال المجتمع ماشي شغلكم، اش من شغل اهم منه غادي يكون عندكم؟ ميزا بار بيان سور المصالح الشخصيه ديالكم، هذيك حاجه اخرى ما نهضروش عليها. وجوابا على شوفوا الارقام في تونس ولا مصر او لا غيرها، هذيك سياسه الفاشلين. الفاشل ديما كيقارن راسهم مع اقل منه باش يدرق الفشل ديالو ويبان هو واعر. وكيما انت كتعطي امثله، حتى انا غادي نعطيك مثال بماليزيا اللي ملي وصلت فيها النسبه ديال الطلاق ل 33% ما قالوش شغلهم هذاك. لا، ماليزيا دقات ناقوس الخطر ودارت واحد الحاجه اللي سماتها رخصه الزواج. اي جوج بغاو يتزوجوا خصهم يخضعوا لواحد التكوين وينجحوا فيه باش ياخذوا رخصه الزواج ويكونوا مؤهلين انهم يتزوجوا ويكونوا اسره. والنتيجه ديال هذه السياسه هذه هو ان نسبه الطلاق في ماليزيا هبطت من 33% ل 8%. هادو هما المقارنات اللي بغاوك دير مع الوزير. وثق بيا، نهار تولي تفكر في بحال هكا ودير بحال هاد المقارنات، والله ما غادي يبقى عندك الوقت لا فين دير لي بودكاست لا فين تدعم مع الصحفيين. سلام.